بيبدأ فيلم ذا ميست بواحد اسمه ديفيد وهو قاعد بيرسم وبيلاقي عاصفة شديدة قريبة من البيت، فبياخد مراته وابنه وبينزلوا يستخبوا في الأبو، وبتقع شجرة في البيت، ولما بتخلص العاصفة بيخرج ديفيد من البيت وبيلاقي الشجرة بتاعت جاره نورتان دمرت البيت وكسرت اللوح بتاعه، فبيقول لمراته انه هيروح يتكلم مع نورتان ويخليه يدفع تأمين البيت لانه طلب منه اكتر من مرة يقطع الشجرة دي وهو ما سمعش كلامه، وفعلا بيروح يتكلم معاه وبيتفاجئ ان الشجرة وقعت على عربيته كمان، وبيطلب منه يوصله للسوبر ماركت هو وابنه بيلي عشان عاوزين يشتروا اكل، فبيوافق نورتان وبيركبوا العربية، وفي طريقهم بيشوفوا عربيات الشرطة والاسعاف وبيبان ان في حاجة بتحصل، واول ما بيوصلوا السوبر ماركت بيتصل ديفيد على مراته عشان يطمن عليها، بس بيلاقي الشبكة مقطوعة وكمان بيلاقي الكهرباء مقطوعة من السوبر ماركت، وقتها بيجي 3 عساكر من الجيش وبيتكلم معاهم ضابط شرطة شكله خايف من حاجة وبيقول لهم ان الوضع بقى خطير جدا ولازم ياخدوا بالهم، وفجأة كل الناس اللي في السوبر ماركت بيسمعوا صوت انذار الطوارئ وبيلاقوا راجل بيجري ناحيتهم وهو بينزف وبيقول لهم ان في ضباب انتشر في المدينة كلها، والضباب ده جواه كائنات غريبة هاجموه وقتلوا صاحبه، وقبل ما يكمل كلامه بيلاقوا الضباب جاي ناحيتهم وبيقفلوا باب السوبر ماركت بسرعة وبيقرروا انهم ما يخرجوش لحد ما يتأكدوا ان مفيش حاجة بره، فبتقول واحدة منهم انها لازم تخرج عشان سايبة بناتها في البيت وبتترجاهم ان حد يخرج معاها عشان خايفة، ولكن كلهم بيرفضوا لانهم خايفين، وبتضطر الست تخرج لوحدها من السوبر ماركت وبتختفي في الضباب. وقتها بيروح ديفيد المخزن عشان يشوف مشكلة الكهرباء وبيلاقي المولد بيطلع دخان، وفجأة بيلاقي الباب بيتحرك وفي كائنات بتخبط فيه من بره، فبيترعب وبيروح يحكي للعمال اللي شغالين في السوبر ماركت، ولما بينزلوا مع المخزن مش بيلاقوا حاجة، بس بيتفاجئوا ان ممرات التهوية مسدودة من بره ولازم واحد فيهم يخرج يسلكها بسرعة، فبيتطوع واحد منهم وبيكون مش مصدق ان في كائنات بره، واول ما بيفتح الباب بيلاقي ايد كائن شبه الاخطبوط بيمسكه من رجله وبيحاول يخرجه من المخزن، فبيحاول ديفيد واللي معاه انهم ينقذوه، ولكن للاسف بيكون الكائن اقوى منهم وبيسحب الولد ناحيته وبيقتله، فبيحاولوا يقفلوا الباب بسرعة وبيقطع ديفيد جزء من ايد الكائن ده بالفاس، وبعدها بيرجع السوبر ماركت وبيحكي لجاره نورتان اللي حصل وبيلاقيه مش مصدقه، فبياخده معاه المخزن وبيوري له ايد الكائن اللي قطعها، وبيشوف نورتان بعينه ايد الكائن وهي بتتحلل، فبيرجعوا السوبر ماركت وبيحكوا للناس اللي حصل وبيبداوا يغطوا الازاز بشكاير الدقيق والاكل اللي عندهم عشان الكائنات ما تشوفهمش ويكسروا الازاز، خصوصا لانه خفيف وممكن يتكسر في اي لحظه، وبعدها بيطلعوا الاسلحه اللي معاهم عشان يدافعوا عن نفسهم، وبيقول واحد منهم انه معاه بندقيه في عربيته ومحتاج حد يخرج معاه عشان يجيبها، فبيقرر نورتان يخرج معاه لانه لسه مش مصدق ان في كائنات بره في الضباب، وبيكون في مجموعه كمان مش مصدقين وعاوزين يخرجوا معاه هم كمان، فبيقرر ديفيد يربط واحد منهم بحبل عشان يعرف اذا كانوا عايشين ولا لا من خلال حركه الحبل، وفعلا بينفذ الفكره وبيخليهم يخرجوا، واول ما بيشوفهم داخلين الضباب بيسمع صوت صريخهم وبيلاقي الحبل بيتشد جامد، فبيحاول ديفيد يشد الحبل عشان ينقذ الراجل، ولكن بيلاقي نص جسمه بس في الحبل وبيقفل الباب بسرعه قبل ما الكائنات تيجي، وبالليل بيشغلوا الكشافات وبيقسموا نفسهم عشان يراقبوا المكان بره، وفجأة بيلاقوا جراد حجمه كبير واقف على الازاز وبيقفوا كلهم يتفرجوا وهم ماسكين الكشافات وبيكونوا مش عارفين ان الكشافات دي هي اللي بتجذب الجراد، وفجأة بتظهر كائنات تانية شبه الخفاش بتاكل الجراد وبتكسر الازاز، وبعدها بيدخلوا كلهم وبيهجموا على بنت وبيعضوها، وساعتها بتقع البنت على الارض وبتتشنج وبتفضل رقبتها تكبر لحد ما بتموت، فبيحاول ديفيد يولع نار عشان يخرج الكائنات دي من السوبر ماركت، ولكن بيتزحلق واحد على الارض وبيوقع جردل للبنزين وبيولع في المكان والنار بتمسك فيه وبيتحرق، فبيحاول زمايله يطفوه بطفايه الحريق وبيبداوا يولعوا في الكائنات دي ويتخلصوا منها، وبعدها بيروح ديفيد للشخص اللي اتحرق وبيلاقيه تعبان جدا وبيترجاه انه يقتله عشان يريحه من الم الحرق لانه مش قادر يستحمل، فبيرفض ديفيد وبيكلم اللي معاه وبيقول لهم انهم لازم يروحوا الصيدليه اللي جنب السوبر ماركت عشان يجيبوا له ادويه وينقذوه، فبيقرروا انهم يستنوا لحد ما الشمس تطلع ويبداوا يتحركوا، وفعلا بينفذوا خطتهم وبيخرجوا بسرعه من السوبر ماركت، واول ما بيوصلوا الصيدليه بياخد ديفيد كل الادويه اللي هناك وبيتفاجئوا ان في دكاتره ملفوفين بخيوط عنكبوت وميتين، وبيلاقوا واحد منهم لسه عايش وبيقول لهم اهربوا بسرعه، وفجاه بيلاقوا جسمه فيه بيض عناكب كتير جدا وبيظهر قدامهم عناكب عملاقه وبتهجم عليهم كلهم، وبيكون الخيط بتاعهم فيه سائل بيحرق اي حاجه
لحد ما بيجي الخيط على رجل واحد منهم وبيحرقه على طول، ولسوء حظهم بتقع جثة الدكتور اللي جسمه فيه بيض العناكب، وبيخرج من جسمه عناكب كتير بتجري وراهم، فبيحاولوا يخرجوا من الصيدلية بسرعة وبيلاقوا عنكبوت ضخم قدامهم وبيضربوا واحد منهم برمح، وبيرجعوا السوبر ماركت بسرعة. وبعدها بيعرفوا ان ضباط الجيش اللي معاهم عارفين سبب وجود الكائنات دي، وبيفضلوا يدوروا عليهم في السوبر ماركت لحد ما بيلاقوهم انتحروا ما عدا واحد منهم. بيمسكوه وبيهددوه انهم هيقتلوه لو ما اعترفش بالحقيقة وقال سبب وجود الكائنات دي، فبيضطر يعترف بالحقيقة وبيقول لهم ان في مختبر قريب من هنا اتعمل فيه تجارب غريبة في سبيل اكتشاف العوالم الاخرى، لحد ما اكتشف العلماء بوابة خفية وقدروا يفتحوها، ودخل من البوابة دي ضباب فيه كائنات مرعبة، وللأسف العلماء ما قدروش يقفلوا البوابة والكائنات دي خلصت عليهم بعدها. فبيتصدم كل الموجودين، وبتقول واحدة منهم اسمها جيسي ان كل اللي بيحصل فيهم ده بسبب ان العلماء بيخالفوا إرادة ربنا، وطول الوقت بيحاولوا يثبتوا انهم افضل منه لحد ما ربنا غضب عليهم وبعت لهم الكائنات دي، عشان كده لازم يعاقبوا الضابط ده لانه كان مخبي عليهم الحقيقة وكان من ضمن المشروع بتاع العلماء. فبيقتنعوا بكلامها وبيمسكوا الضابط وبيضربوه بالسكينة، وبعدها بيرموه بره سوبر ماركت، وبيجي وحش عملاق وبيسحبوا ناحيته وبياكلوا. وبالليل بيتكلم ديفيد مع كام واحد وبيحاول يقنعهم انهم يخرجوا من السوبر ماركت وقت الفجر، لانه لاحظ ان الوحوش دي مش بتهاجمهم الفجر، فبيقتنعوا بكلامه وبيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا. بس بيلاقوا جيسي قاعدة قدام الباب وبتمنعهم وبتقول لهم انها مش هتسمح لحد انه يخرج، وبتبدأ تكذب على الناس وبتقول لهم انها روحانية، وبتعرفهم انهم لو عايزين يتخلصوا من الكائنات دي يبقى لازم يقدموا بيلي ابن ديفيد قربان للرب عشان يغفر لهم ويخلصهم من المحنة اللي هم فيها. وقبل ما تكمل كلامها بيقتلها واحد اسمه إيلي، وديفيد بيشكره عشان أنقذ ابنه. وبعدها بيخرجوا كلهم من السوبر ماركت وبيدوروا على عربية عشان يتحركوا، ولكن بيتوهوا من بعض في الضباب، وبيقدر إيلي يلاقي عربية وفجأة بيهجم عليه وحش وبياكله، وساعتها بيظهر مجموعة عناكب وطيور بيهجموا على الباقيين. وأخيرا بيقدر ديفيد واللي معاه يوصلوا للعربية وبيتحركوا ناحية البيت بتاعه عشان يستخبوا هناك، ولكن أول ما بيوصلوا بيتفاجئ ديفيد إن مراته ماتت والعناكب لفينها بالخيوط بتاعتهم، فبيقرر يتحرك بالعربية بعيد عن البيت لأن في عناكب كتير وممكن يقتلوهم، ولما بيخلص منهم البنزين بيفقدوا الأمل في النجاة وبيقرروا إنهم ينهوا حياتهم قبل ما الوحوش ييجوا يخلصوا عليهم. فبيطلع ديفيد الرصاص اللي معاه وبيلاقيهم 4 بس، وبيكون ده مش كفاية لأنهم 5 أشخاص، فبيقول لهم إنه هيضحي بنفسه ويخلي الوحوش تقتله، وبعدها بيخلص عليهم بالمسدس بما فيهم ابنه بيلي. وبعدها بيخرج من العربية وبيفضل يصرخ عشان الوحوش تيجي تاكله، ولكن بيتفاجئ إن عربيات الجيش جت وحرقوا كل الكائنات اللي في الضباب. فبينهار ديفيد من العياط وبيكون ندمان على اللي عمله لأنه اتسرع لما قتل الباقيين ومن ضمنهم ابنه الوحيد. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش افلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.